السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل حبايبنا في كل مكان. نهاركم فل إن شاء الله. النهاردة عندنا حاجات كتير قوي 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 قوي. الترابيزة ما شاء الله النهاردة مليانة من خيرات ربنا. بس أنا النهاردة أعمل لكم أكلة حلوة وخفيفة. هي قديمة، كانت بتعتمد بقى لما كانت قديمة قوي كده كان فيها كل حاجة حلوة. يعني أنا لا أفهم في البروتينات ولا في الكلام ده كله، بس أنا لقيت فيها كل حاجة حلوة. لقيت فيها هنعمل النهارده بطاطس مهروسة في الصينية. بس هنحط فيها إيه بقى؟ هنحط فيها بسلة وجزر مبشور وبيض وبقدونس وملح وفلفل وشوية بهارات. سهلة وجميلة وفيها كل حاجة. يعني فيها البطاطس نشويات، وفيها البيض بروتينات، وفيها الخضار مش عارفه اللي بيقولوا عليه الكالوري والحاجات دي. يعني كامل من كله. اكله قديمه قوي قوي وجميله وحلوه ومفيده للعيال وزي الفل. العيل اللي ما ياكلش عندك الخضار حطها له في البطاطس، اللي ما ياكلش البطاطس هياكل الخضار، اللي ما ياكلش الاثنين يحب البيض فهياكل الاثنين. فهي اكله بسيطه وسهله. البطاطس لازم تبقى تسلقيها، نحطها على النار من شويه تتكمر، ما تحطلهاش يعني ميه كتير قوي. لو هي نزلت ميه هنصفيها لانها لازم تبقى ما فيهاش ميه. حتى هي لو نزلت ميه هنصفيها، وبعد كده هنبتدي نهرسها. شوف كده هي لسه شويه لما ميتها تنشف. عبال الميه بتاعتها ما تنشف بقى هنشوح البسله مع الجزر مع التوابل. البقدونس ده اخر حاجه هنحطه، البقدونس الاخضر اخر حاجه هنحطه مع الخضار بعد ما نطفي عليه عشان ما يتبلش ولونه يغمق، عشان يفضل لونه اخضر وحلو زي ما هو. ده اخر حاجه هنحطه. هنقول بسم الله. ناخد طاسه كده، حله، طاسه اللي عندك بقى. اصحى يا نايم، رمضان قرب يخلص. بسم الله الرحمن الرحيم. الرسايل بقى، كل اللي عاوز يبعت لنا اي رسايل من كل حبايب غاليه يبعت لنا على الرقم اللي بيطلع قدامكم على الشاشه ده 9323 3 تاني. حاضر حاضر، انا بنسى وانا يا اخويا عقل دفتر. حطها لهم على الشاشه حلوه وكبيره ومنوره كده تغزي العين. هنشوح بقى كل الحاجات دي. عاوزه تحطي معلقه زبده زي الفل، عاوزه تحطي شويه زيت اللي انت عاوزاه. الماده الدهنيه انا بسيبها على حسب معدتك انت بترتاح فيها ازاي. اللي بيرتاح في الزيت ماشي، اللي بيرتاح في السمنه ماشي، اللي ما بيحطش حاجه خالص براحته زي ما تحبي. يعني مش هنحط كتير، نقطتين كده حلوين، ما يكونش كتار. يعني الجزر والبسله والفلفل الاسود والملح وشويه البهارات على قلب بعض، على قلب بعضيهم اهو. الجزر يكون مبشور، وادي البسله. والبسله برضو تكوني برضو مدياها فوره، ولو انت جايباها من المجففه حطيها زي ما هي، لو جايباها طازه ومفصصاها اديها فوره. وادي التوابل على قلبها. يا ست يارا. الو، ازيك يا يارا؟ ازيك يا ست غالية؟ كل سنه وانت طيبه يا يارا. انت طيب. شوفي بقى، انا النهارده بعمل لك شويه بقى بطاطس فيهم كل الحاجات اللي بتغذي. شكرا يا ست غالية. مال صوتك كده؟ مفيش. شفتي البيري امبارح وهو بيرسم لي الصوره؟ كانت حلوة والله يا ست غالية. عللي صوتك شويه يا قمر. ممكن اسألك سؤال؟ اتفضلي. انا خالته بتعمل الزبادي بيطلع منها مش ماسك حلو، ممكن تقولي لي على طريقته؟ لا قولي لي تاني وعلي صوتك. خالته بتعمل الزبادي مش بيطلع منها ماسك حلو، ممكن تقولي لي بتعمل طريقته؟ الزبادي ما بيطلعش ماسك حيله. بصي يا قمر، ده بيبقى مش عيب، بيبقى عيب فرن، عيب درجه الحراره. ماشي. الزبادي لما تعمليه تغلي اللبن وتخليه لما يدفى يبقى زي دمعه العين كده، تبقي طايقه صباعك محطوط فيه زي الرضعه اللي بنرضعها للعيال، لما بتحطيها على ايدك كده مش بتبقى كده دافيه وحلوه،
لبن الزبادي لازم بيبقى بدرجه الحراره دي. وبعدين بتروحي جايبه الزبادي، علبه زبادي خميره كده، تاخدي منها معلقه كبيره او معلقتين على الكيلو، وتدوبيها جامد 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 في قلبيها، ويكون عندك الفرن دافي. ماشي. الفرن دافي، وتروحي صبه بقى. لو هتحطيه في فخار تحطيه من غير ميه، لو هتحطيه في كوبايات ازاز تحطي صينيه فيها ميه وتحطي فيها الكوبايات والميه تكون سخنه، وتطفي الفرن. هي درجه الحراره، وفي الصيف اللي زي دلوقتي كده درجه الحراره تبقى حلوه وزي الفل. ماشي. احنا بنحبك قوي وماما بتحبك قوي يا ست غالية. وانا كمان بحبكم قوي، وكل سنه وانتي طيبه. وانت طيبة. خالته ما بتفوتش ولا حلقة منك وبتتفرج عليهم على طول. يلا تعالي انت وهي واعملوا معايا الكحك والبسكوت. شكرا. شرفتينا يا قمر. هياخدوا تشويحه كده حلوه بالملح والفلفل وشويه البهارات، وهنكون بقى معاكي البطاطس الكمرت يعني ما تحطلهاش ميه كتير عشان تبقى حلوه، ما تبقاش سايبه. ولو حتى لقيتي فيها ميه كتير لازم تصفيها، يعني انا حتى هي طلعت فيها عندي ميه كتير لازم اصفيها. والخضار اهو، خضار تشويحه واحده لازم تصفيها، حتى لو هتصفيها كده اهي لازم ننزل منها الميه كلها. استاذه سناء، ست سناء. الو. اهلا وسهلا يا ست الكل. الو. سامع حضرتك، اتفضلي. اهلا، ازيك يا ست غالية؟ اهلا بيكي يا ست سناء. عامله ايه يا حبيبتي؟ كل سنه وانت طيبه. وانتي طيبه وبخير، وعامله لك النهارده شويه بطاطس في الصينيه يستاهلوا بقك. يا رب يخليك، تسلم ايدك يا غاليه. تسلمي وتعيشي. يا رب يخليك يا حبيبتي. كل سنه وانتي طيبه. اتفضلي. انت طيبه صحه وسلامه. اتفضلي. عايزه معلش اعرف طريقه البسبوسه انت عملتها الصبح، بس انا دايبه كيلو. كيلو؟ احط له كام زبادي وكام لبن وحاجات يعني كده. عيني حاضر، اقول لك وانا بهرس البطاطس دلوقتي عينيا. تسلم عينيك، بس انا بعمل فيها دلوقتي عايزه تركيبها بسرعه. حاضر. بصي يا ست الكل، عيني حاضر عيني. الكيلو البسبوسه هياخد كوبايه. انا سامعه حضرتك بقول لك اهو، اقفلي واسمعيني. كيلو البسبوسه هياخد بالظبط كوبايه لبن كبيره، كوبايتين زبادي، 2 فانيليا. كل نص كيلو بنحط له 4 معالق سمنه، يبقى 8 معالق سمنه. وتحطي نص كوبايه سكر، نص كوبايه سكر من الكبيره، وتحطي كل السوائل على بعض، السمنه والسكر والزبادي، كل السوائل والفانيليا، وتروحي ضربه كل ده مع قلبه على قلب بعضه. وبعد كده تروحي حاطه الدقيق وتقليبه صغيره كده عشان ما تعيش وتطلع حلو، ما تتقلبش معاكي عيش. تروحي جايبه الصينيه ودهنها بالسمنه وصبه فيها البسبوسه، وتيجي فوق الوش وتروحي رصه البلح من غير نوى. عاوزه تحطي بدل النوايا لوز، عاوزه تحطي بدل النوايا اي مكسرات اللي تحبيه، مش عاوزه تحطي خالص زي انا ما حطيتش، حطي البلح كده لوحده بس تبقي شايله النوايا، وتروحي تدخليها الفرن. البسبوسه السكر بتاعها بيبقى خفيف. احسن حاجه في كل الحالات اللي بنعملها البسبوسه سكرها الوحيده اللي خفيف. تحطي كوبايه سكر على كوبايتين ميه ونص ليمونه، يقلبوا قلبه واحده، وبعد كده تدفع عليه، تبقى زي الميه المسكر بس تقيله شويه. بس كده كده خلاص. احنا ما حطيناش فيها لا ملح ولا اي حاجه خالص، لان احنا حاطين كل ده الملح والزبده والبهارات في قلب الخضار. كل ده في قلب الخضار اهو. يا ميسه. ايوه مع حضرتك. اهلا يا ست ميسه، منورانا. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا ست غالية؟ عامله ايه؟ تمام. شفتي بقى لما انا حطيت البقدونس اخر حاجه اهو. انت عامله ايه؟ الحمد لله. النهارده عامله لك صينيه بطاطس تستاهل بقك. ربنا يخليكي يا حبيبتي، وحشتيني والله. ربنا يخليكي، وكل سنه وانت طيبه. ابني عايز يكلمك، عمار عايز يغني الاغنيه. عمار؟ تعالى يا سي عمار. يا عمار غني، تعالي. يا عمار. عمار بقى مش سامعنا. معلش بقى يا سي عمار، المره الجايه بقى يا عمار هتجيبي صينيه. تسلم الاكلات القديمه واللي بيدلنا ويقول لنا على الاكلات الحلوه المغذيه اللي فيها كل حاجه.
هتحطيها على حته زبده كانك بالظبط بتبدري البسبوسه ولا الكيكه، عشان بعد كده دي لما بتبرد بتتخرط، بتطلع خرط كده، كل خرطه فوقيها حته البيض بتاعتها بتطلع خرط كده شكلها حلو. حته الزبده وادي الدقيق كانك بتبدري بالظبط الكيكه او بسبوسه اهي. رمضان راكب رهوان جري مننا بسرعه. اهي ما يبقاش فيها دقيق خالص، يا دوبك اهي تنكتيها نكت كده. انزلي بقى بكل ده. عاوزه صينيه اكبر من كده براحتك، عاوزه تعملي بطاطس اكتر من كده براحتك، على قد ما انت عاوزه والعيال اللي عندك والناس اللي عندك. ده كيلو، يعني انا عامله كيلو. بسم الله الرحمن الرحيم. افرديه بقى كده. البقدونس هقول تاني، البقدونس يتحط في الاخر وانت بتهرسيها عشان ما يتحطش على النار اهو. النهارده بقى كمان عاوزه افكركم كل حبايبنا، النهارده معانا حكايه ست بمليون راجل، ست بقى اللي يتقال عليها كل الامثال الحلوه اهي. البيض بقى دوره ايه اهو. هنجيب معلقه صغيره هتفحري كده، ده بيض مسلوق، وهنحط البيضه كده ونقفل عليها اهي وغيرها اهو. هتنزليها لاخر الصينيه اهي اهي. حطي بقى انت عاوزه تزنقي تكتري البيض زي ما تحبي. انا عامله البيض في بينه وبين كل واحده وواحده كده واخده راحتها، عشان لما تتخرط تطلع الخرطه فيها بيضه اهي. عاوزه تضيفي حاجه مع البسله حطي، عاوزه تحطي اي نوع خضار عيالك بيحبوه او انت بتحبيه مش مشكله. الخضار ده برضو حسب مزاجك في الصينيه دي. اللي ما بيحبش البسله يحط كوسه، اللي ما بيحبش الكوسه يحط اي نوع خضار يحبه اهو. هاتي واحده تاني هنا اهي، وادي واحده، وادي في النص واحده اهي. هتبقى بالشكل ده. قبل بقى ما ندخلها الفرن في حاجه هندهنها، هنجيب بيضه ونفضيها في قلب بوله وتربيها وتاخدي بالفرشه وتدهني وشها كله. هنعمل ده بعد الفاصل، هنحطها في الفرن بعد الفاصل لما ادهنها